لا انت ما بتحلمش، انت قريت صح وربنا لو اوريكم. ايه الاخبار يا ناس؟ حلوه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو النهارده. انت قريت صح، النهارده نرجع للميمز، ولكن الميمز المره دي مش تبقى بقى هديك الها وهديك لا مفيش الكلام ده. احنا هنبدا سلسله جديده من الصفر، وهي يا اما هتاخد البلوك يا اما هتاخد الاكسبت. فسلسله هتاخد، لا هسميها ايه، بان ولا موافقه. فالسلسله هتكون ماشيه بان ولا موافقه. بمعنى ايه؟ انا هدخل على الميمز المتعلقه عندي في الصفحه. من زمان بقول لكم انا بطلت ميمز بسبب ان انتوا ما بتضحكوش. همشي في الميمز واحده ورا الثانيه، هطلع لكم الميمز اللي مش بتضحك والميمز اللي بتضحك. الميم اللي مش بيضحك صاحبه هياخد بان على الصفحه، هيتمسح من الصفحه خالص. الميم اللي بيضحك هيديك فرصه ان انت تكمل في الصفحه. طيب فاضل ان انت اديتني ميم بيضحك والمره الجايه اديتني ميم مش بيضحك، هتاخد بان برضه. دي هتكون اعنف سلسله ميمز على اليوتيوب كله. انا لسه راجع من الجيم، عمال اخس اهو، الدنيا حلوه، بس راجع بقى عايز اضرب اي حد. انا عايز اطلع غير في اي حد. فانت الحد ده عزيزي المتابع، فلو عايز السلسله دي تكمل ايه، تعمل لايك واشترك في القناه ومش مشترك. بنزل فيديو كل خميس الساعه 6:30 بتوقيت مصر، والفيديو ده اخر فيديو قبل ما السنه تخلص ان شاء الله. فكل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا كل حاجه انتوا كنتوا عايزين تعملوها السنه دي تكون حصلت بنسبه 10% على الاقل. وبمناسبه الفيديو الجاي هيكون نازل هيكون عيد ميلادي ثاني يوم، فجهز الهديه من دلوقتي. فلوس اوكي. خلونا نخش بقى مع بعض على الصفحه ونشوف الميمز المتعلقه. يلا بينا. اول واحد عندنا زياد الحداد بيقول: بايع كل عفش الشقه وعضو من اعضائك وخلاص جمعت فلوس السفر، الطيار اللي مستنيك. اوكي، يعني دي بتضحك. اللي فاتوا الستريم يعني كان في عبث كتير بيحصل، بس دي بتضحك الصراحه. فزياد الحداد مبروك عليك، انت هتاخد ايه؟ الموافقه. الميم اللي بعده ياسين، بس انا بضحك بس عشان شفت الصوره، انا مش عارف ايه الصوره دي، بس خلاص. هو انا عملت كده امتى؟ ما علينا. ياسين بسام بيقول: الدكتور قال لجدتي ان لازم ترتاح وما تعملش مجهود. جدتي تاني يوم في الصاله يوز كود بايستي. يا كود بايستي، كود بايستي يا جدعان. فورتنايت رجعت او جي وبتاع، استخدموه. انا ما اعرفش الكود لسه فعال ولا لا، او لسه شغال ولا لا. استخدموه، عيد ميلادي جاي عايز اشتري تليفون جديد، استخدموه. كود بايستي في فورتنايت. اوكي، لا اشتري شدات في فورتنايت يعني ظبطني. المهم يعني الصراحه بتضحك مع اللي مكتوب. فجدتي تاني يوم في الصاله والتمارين، ولا الصراحه انا اكون جد، فهنعمل ابروف. مبروك ياسين بسام، هتاخد الموافقه. الميم اللي بعده محمد جمال عبد اللطيف ناصر بيقول: كده كده البوست مش هيتقبل، ديكلاين. الميم اللي بعده ياسين راشد بيقول: نيه فيديو عن بيستي بيضحك، نتيجه فيديو متسرب من الديب ويب. ده انا وانا في ماليزيا فوق الجبال في حته اسمها جانتنج، ده الاوتيل اللي حتى اللي ورا ده انا قعدت فيه. فخلينا ندوس بلاي كده. ازيكو يا جماعه عاملين ايه؟ انا بس حبيت امسي علي كل واحد فيكوي ب50 جنيه بمناسبة سنه جديده. ازيكو يا جماعه. وقف. اقبله ولا ارفضه ولا اعمل له بين ولا والله ما عارف، والله العظيم ما عارف. بص، هو في حد هيضحك منها؟ انا مزاجي رايق، انا المفروض جاي اضربه. عامة بص، مين عملها؟ ياسين راشد. هديك الموافقة وخلي بالك من نفسك، ماشي؟ موافقة يا سيدي. يلا اللي بعده. حازم محمد بيقول: دي حاجة حلوة عشان بتفرج على بيستي كتير، ووحشة عشان ادمنته. علامة استفهام. ايه مش فاهم؟ انت من التوب 0.8 من المعجبين ببيستي، فرجت 10 اكس اكتر من المشاهد الطبيعي. ربنا يكرمك دنيا ويرزقك في الاخره بجنه تتعب من كتر حلاوتها. تمام، انا هديك الابروف عشان بس انت راجل محترم، ماشي؟ اديله ابروف. اي حد كان بيتفرج عليا السنه دي، انا بجد السنه دي منتظم على كل خميس فيديو حلو. ف اوكي. الميم اللي بعده عندنا محمود جمال عبد اللطيف نصار بيقول: في حب بيستي انتاج اي ملحوظه ما فيش كوبي رايت كليم. لا انا شفت لك ميم النهارده قبل كده، فانا هرفض ده، بس مش هديك بان من غير ما ابص. تمام، كفايه النهارده واحده اي، كفايه واحده، كفايه واحده. اللي بعده يوسف ناصر بيقول: ازيكم يا بستويه، اي حد عنده بي سي. ايه ده لقينا نتصاحب على بعض ونلعب ماينكرافت. يا عم خد ابروف يا عم، يا رب تلاقي اصحابي. يا عم بصوره البطه اللي تحت دي، امسك موافقه. يوسف ناصر تاني بيقول: لو حد موجود دلوقتي على الجروب يكلمني نلعب. خلاص يا يوسف، في ايه يا يوسف؟ هتلاقي ان شاء الله حد. هو كل اسمهم يوسف كده ليه؟ ديكلاين. الميم اللي بعده ادم عبد الوهاب بيقول: يا جماعه اشتركوا في القناه، والله انا صرفت 2500 ين. ايه صرفت 2500 ين ليه؟ انت ياباني يالا؟ اشتركوا في القناه. انا بحاول اقول، ابطل اقول كلمه والنبي دي. اشتراكوا في القناه. بقول لك ايه يا ادم عبد الوهاب؟ لا بس انا لو وافقت الناس هتتنمر عليك في الجروب. ادم انا طلعتك في الفيديو بتاعي، ان شاء الله الناس تشترك عندك. تمام، بس مش هحطك في الجروب بس عشان احميك، والله العظيم عشان احميك انت. اوكي يا جماعه، ادم عبد الوهاب قناته اهي، وعنده ريفيو العاب جديده. انا محتاج الميل تساعدوني. لا ده بيطلب فلوس من الناس، هديله فرصه. هو دفع 2500 ين. انا مزاجي رايق النهارده، رفض. اللي بعده يوسف العبد بيقول: انا عايز اعرف ازاي استعمل كود بايستي قصدي، سوري معلش، في فورتنايت. ديكلاين. اللي بعده لا ده ايه ده الميم ده انا اللي عامله اصلا، ومن اكتر الحاجات اللي اتشهرت، ومش هطلع صوته اساسا، وهعمل له ديكلاين. انت بتحط الميم اللي انا عامله ليه في الميمز يا ابني؟ اللي بعده انا مش عارف ده ايه الصراحه. ايه ده؟ مش فاهم ايه ده. ايه اللي قدامي ده؟ علي حسن حاطط شورت. ايه الفيديو ده؟ اوكي اوكي. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. صوت صفير البلبل.
والله اعمل فيه ايه طيب؟ اعمل فيه ايه والله؟ استنى اعمل فيه ايه؟ يعني اعمل ايه؟ ديليت. Do you want to remove this reel from Facebook؟ ايه ده؟ هو في فيسبوك ازاي؟ ديليت يا اسطى. ايه ده؟ هو ده كان فيديو موجود في القناه ولا ايه؟ مش فاهم الصفحه، مش فاهم. اللي بعده خلينا نشوف. انا مش عارف اقرا اسمك بس حاسس ان انت تاخد بالي والله. بيقول لك انا حبيتها اكتر من اي حاجه، ودي الطريقه اللي هي ريبي مي. كاتب غلط يعني. You are my sweet heart you hurt me. مش فاهم ايه ده اللي مكتوب ده. I love the hair. I love the hair more than anything. And this is hair. بس يا جماعه نسقف. كان عندي زرار سقف هنا تقريبا ده. نسقف للاسم ده. ده اول واحد هياخد معانا بان. ازاي اديك بان يلا؟ سي اوبشنز، بان فروم جروب، ديليت ريسنت اكتيفيتي. اول واحد ياخد خد يلا كونفيرم يلا. اول بان معانا في الصفحه. اللي بعده هو ايه حوار الشورت فيديوز اللي بيتعمل كده؟ ايه ده مين اللي عامل؟ يوسف محمد حاطط الفيديو ده. مش فاهم. بي او في بتلعب وانت مروق. لا انا اكتشفت ان انا عندي 3 مراحل في الميمز دلوقتي يا جماعه. قبول، رفض، بان. فهي هتبقى بان ولا يعني اسمها ايه الكلمه اللي قلتها؟ بان ولا موافقه. بس هيبقى في النص رفض، اللي هو انت مش هتاخد البان، انت لسه ما غلطتش كتير، بس اللي هو خلي بالي من اسمك. فيوسف محمد خلي بالك من اسمك. ها ديكلاين، رفض. لا ما يضحكش. اللي بعده ايسل راجح بتقول يوز كود باي ستي. هي كاتباها تقريبا بخط الرقعه ورسماني. عندي 11 سنه. انا ضحكت وبنفس الوقت شكرا جدا على الرسمه الصراحه. تمام. ويوز كود بايستي. لا دي حاجه كيوت، دي نقبلها. ايه ده؟ لحظه واحده. ايه ده؟ شخص غير معروف عامل بوست شخص غير معروف مكتوب فيه محتاجه اتواصل مع بيستي، عيد ميلاد اختي الصغيره الشهر ده وهي بتحبه قوي. حرفيا كانت طالبه حاجه صغنونه انها يعملها فويس او فيديو يقول لها كل سنه وانت طيبه. بجد هتفرح قوي، هتفرح موت. مفيش اي مساعده. الهي يستر طريقه بيستي. ايه وجع القلب ده؟ البوست ده من 23 نوفمبر. انا ما اعرفش مين اللي حاطط البوست. طلعت اسمها جنى اسلام. هي كانت عايزه تحط ان هي مخفيه بس اسمك طلع بقى. معلش صحيح يعني انا صاحب الصفحه. المهم سي ادمن. ايه ده؟ ابروفد باي جنى اسلام. يعني ايه هي اللي وافقت على البوست بتاعه ولا ايه؟ مش فاهم. انا مش فاهم ايه اللي انا شفته دلوقتي ده. ولكن جنى اسلام قولي مين قولي لاختك الصغيره هابي بيرثداي تو يو. You live in a zoo. You smell like a monkey and you sound like one too. كل سنة طيبة. اللي بعده ديكلاين. محمد السيد البطوط حاطط 2 وشوش كده مبتسمين وكان كاتب فيست لما يضحك ومايلني كده. ده لما بضحك جامد. حلوه دي. هذا الذين عشائي ابروف. موافقه. انا موافقه والله. ضحكتني. نفس البوست تاني. ايه ده؟ في ايه؟ وحاطه واحده بتمشي مروحه رايحه فين؟ ايه ده؟ ديكلاين بقى خلاص. قلنا كل سنه طيبه خلاص. اللي بعده الله. ما خلاص يا استاذه ديكلاين. اللي بعده ده ايه ده؟ سيف اسامه حاطط فيديو شورت الكلب. فيديو في حب بيستي. مين فاكر الكلب ده؟ ايه كمان مكتوب؟ تعديل الموسيقى كوبي رايت. يعني انت حاطط فيديو ملوش علاقه بيا والفيديو فيه مزيكا كوبي رايت وكمان فيديو شورت ملوش اي لازمه. بقول لك ايه سيف، انا اسف لك ولكن اوقات لازم نضحي تضحيات. هعمل لك ريموف ممبر. تمام. ديليت ريسنت اكتيفيتي. ليك فرصه تدخل الجروب تاني. ليك فرصه بس اشتغل على نفسك. موافقه. اللي بعده موافق على البان. ها مش على اللي انا طلعته هنا. ماشي اوكي. لحظه واحده. انا لسه داخل على الجروب والبوست انا لسه موافق عليه اخد 1100 لايك. ازاي واخد 1100 لايك؟ ايه ده؟ هو انا فاهم الجروب غلط ولا ايه؟ خلينا نكمل في اللي انا كنت هعمله. هو مين؟ لحظه واحده. مين الادمنز؟ طبعا يا جماعه قدامكم دي لسته المودريتورز اللي عندي حاليا في الصفحه. بحبهم كلهم هم عارفين كده كويس قوي. ولكن اللي هعمله دلوقتي ان انا هعمل لهم كلهم ريموف كمودريتور من الصفحه. وده بسبب ان انا اللي هتحكم في كل الكونتنت اللي هينزل في الصفحه بعد كده. انا اكتشفت ان الصفحه كانت معموله ان هي بتبقى حاجات اوتوماتيك. نو مور. خلاص انسى. نعمل ريموف. خالد معلش يا صاحبي والله العظيم انا اسف. ودينا العسكري انا اسف جدا يا دينا معلش. وبطه انا اسف جدا يا ريهان الصراحه. وطبعا هاني اللي بيقول لها قائد انا اسف جدا يا هاني. كل الناس اللي عملت لها ريموف انا اسف جدا. ولكن لازم انا اللي هقبل كل حاجه. خلاص هو ده بقى النوع الجديد. الميم اللي بعده عندنا نفس الواد اللي هو سيف اسامه حاطط برده كلب. هو ايه الحوار ده؟ رفض يا عم. اللي بعده عمر عبد الرحمن بيقول والله حلو اقبل يا ادمن. لا انا اللي اقرر. انا الادمن دلوقتي. اي ام ذا كابتن ناو. ماشي. لما تكون موطي السطوع على الاخر قبل ما تنام وتصحى الصبح تشوف الساعه كام في موبايلك. من الله. لا صاحبي انا مش فاهم الميم فين. لان فعلا اللي حصل وقتها ان كان في حاجه عملت مره واحده نور جامد في عيني فهي ما تضحكش. فانا مش عارف الصراحه انا هعمل لك ايه طيب؟ رفض ولا اعمل لك مسح ولا ايه؟ ما تحلفش بعد كده تقول انها حلوه. تمام ما تحلفش. انا هعمل لك رفض ونشوف المره الجايه. اوكي. مش عارف والله العظيم يا جماعه. انتوا اخليها بين
ولا قبول ولا خليها رفض ولا قبول؟ انا حاسس موضوع البان ده ممكن يصفي الدنيا شويه، فقولوا لي تحت في التعليقات. النهارده الحلقه الاولى فيعني همشيها شويه بالحب، اوكي؟ المره الجايه لو قلت لقيته ابان هيبقى فيها عنف جامد جدا. مين اللي بعده؟ رودينا خالد. يا بقى كتير قوي ما قلتش اسمها. رودينا خالد بتقول تحدي اللول فعلا، اللي شاف اخر فيديو هيفهم. ده لما كنت بلعب مع مروان ليج اوف ليجندز، بيستي جاب مروان يلعب معاه عشان يكسبوا ليج اوف ليجندز، هزيمه. حلو والله، بس مش كله هيفهمها. انا هعمل موافقه بس مش كله هيفهمها الصراحه، ما اعتقدش يعني. اللي بعده مارو مصطفى بيقول من الذاكره لما بيستي كان بيلعب مع المتابعين عشان يكسب. مش فاهم فين الميم. يوز كود بايستي حلو قوي الميم. لا بهزر مش حلو خالص. فين الميم يا صاحبي؟ انا لسه بلعب مع المتابعين على فكره، انت بس اللي مش متابع على تويتش يا جدعان. انا بعمل كل يوم تقريبا ستريم على تويتش وبلعب مع المتابعين في معظم الوقت يعني، مش معظم الوقت الصراحه بس في وقت كتير، بس بلعب معاهم يعني. عامه رفض الميم اللي بعده. لا هزر سيبك من الميم، انا عايز اقرا الاسم. دونجل ده نجيله. هو انا قلت حاجه عيب دلوقتي ولا ايه؟ هو حط علم فلسطين فانا احترم ده، بس مش عارف الصراحه. لما الف الجروب شويه قبل حلقه الميمز، ولما الحلقه تنزل الاقي اتحرق عليا كل الميمز. حلو حلو والله. يوز كود بايستي احلى من اي ميم شفته، استخدموا كود بايستي ماشي. موافقه. الميم اللي بعده ملاك روحي بتقول يوز كود بايستي مكتوب غلط بس مش مشكله، انا ممكن اصلحه. نعمل كده انسبكت، بعد كده نهكر الصفحه من الناحيه دي. هي فين اهي؟ هنروح عاملين دبل كليك ونمسح دي وندوس انتر بس. يوز كود بايستي صلحت. هو انا هي كانت بتتكتب كده والله نسيت تتكتب ازاي. اما يوز كود بايستي تعب فيها قوي، يا رب تعجبكم. هو مين؟ ملاك روحي. هو الاي اي اللي تعب فيها صح؟ عندي احساس انه الاي اي والله العظيم. مش عارف يعني، مش عارف والله. مش هقبل، بس ممكن اقبل فيتنمروا عليها، لان اصلا فين الخط ده خط معناه ان في برنامج هو اللي عمل الرسمه دي. ده مش بني ادم طبيعي. فاحنا نعمل ايه؟ رفض حمايه لملاك روحي. حمايه. اللي بعده ياسين راشد بيقول اقل ستريم ليا في لعبه ايه؟ لا هو انا مش عارف اقرا عربي. بيقول اقل ستريم للعبه رعب، والف الف 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 مبروك على درع المليون مشترك. يوز كود بايستي. قبل ما ابص بس على الميم معلش عايز اقول لكم حاجه. شايفين التلفزيون ده؟ شايفين فيه وراه دروع؟ درع المليون مرمي وراه. انا مش مهتم بيه والله العظيم، بس عشان تبقوا فاهمين يعني. بس يعني شكرا كده على الدعم. ما خلينا نشوف الميم. بايستي المتابع واحد مستني يخلص عشان يعمل له دونيشن بوه، عمال يقول له قد ايه اللعبه مش رعب وسهله. هم مين دول؟ بجد مين دول؟ عشان انا عندي شك. مين دول؟ هم مين دول يا جدعان؟ لا الميم ده انا مش عارف يعني. هو انا حاسه بيضحك بس انا دلوقتي متوتر شويه. مش هقبل. مش عارف. مش عارف بس مش عارف. رفض. الميم اللي بعده يا فين حفله المليون مشترك يا باستي؟ اكتب اسم صح بعد كده افكر فيها. اللي بعده عندنا زياد حفناي بيقول حرفيا يوز كود بايستي خالتي تحكي في نفس القصه للمره مليون. امي حاطط الوش ده. هو ايه الام دي؟ ايه ده؟ ايه الام دي؟ وايه علاقه ده بالجروب؟ ولا اطلع بره الجروب يلا. انا ما بقاش سنه. ايوه كده اطلع بره الجروب. هتفكر تاني، هتراجع نفسك، همسح كل حاجه انت عملتها، هتراجع نفسك بعد كده ترجع تاني. اوكي. الميم اللي بعده بيقول لك لما ابوك يقول لك اتسال مع حماده وفي فيديو ملوش اي علاقه بالقناه، فاحنا هنعمل كده على وليد وهنعمل كده وهنعمل له ايه بان فروم جروب. ده هياخد بان. ده ملوش اي علاقه فاهم بالصفحه بان ماشي اهو. شويه عنف. الميم اللي بعده زياد حفناي بيقول لما كنت بذاكر واسمعهم بيقولوا ليه بيلعب في الموبايل. لا زياد انت ايه حكايتك مع توم اند جيري؟ انا مش فاهم يعني ليه اتنين ديكلاين يا اسطى. انت ثلاثه بره الجروب خلاص. لا لحظه، ايه اللي بيحصل؟ هو انا اللي عايش في ديجا فو؟ بدر وسيم بيقول امي حكت موضوع لخالتي 50 مره، خالتي في كل مره وحطتني متفاجئ. هو في ايه؟ بعدين تقولوا لي ليه موقف ميمز وبتاع؟ ايه ده؟ ما هذا؟ بص انا عارف ان انا هنزل الفيديو ده والناس تبدا تعمل ميمز حلوه تاني، فانا يعني ده حلو. واضح ان هيبقى فيه قبول اكتر ما يبقى فيه رفض وبان. بس ايه ده قبول طالما وشي موجود قبول. مين اللي بعده؟ لحظه كده. ابراهيم ادريس بيقول دخلنا الكليه يا عم بيستي. كان منزل ابراهيم كان منزل رسمه ليا في سنه 2020 تقريبا، دخل الجامعه ولسه ما اتقبلتش. ابراهيم حبيبي شكرا جدا على الرسمه، خد ابروف. الميم اللي بعده احمد مازن بيقول وصلنا 1 مليون، تاني درع هيجي عندنا ويفرمل. كانت رحله جميله وهتبقى جميله ان شاء الله طول ما بيستي معانا، ربنا يحفظه ويخليه. خد قبول تمام وربنا يزيد فيك القبول يا رب. اللي بعده احمد بحيري بيقول مين مستني الاغنيه بتاعت المليون؟ ومبروك يا بيستي على المليون وعقبال 100 مليون. حنفي الهواري وهو داخل كليب المليون. بص هي الصوره بتضحك جدا، بس انا ما عملتش اغنيه المليون ومش ناوي اعملها. ليه؟ الموضوع كان ليه علاقه بين اخواتنا في غزه يعني انت شايف اللي بيحصل، وانا كان لازم اكمل شغلي بس مش لدرجه الاحتفال بقى والحفله وكده، فعشان كده ما احتفلتش باي حاجه. بس ده بجد والله لازم السبب. يعني شكرا ليك على الصوره، اعمل لها ابروف بس مفيش مليون تمام. عندنا باسم تقريبا عراقي
لان بيقول هسه، هو بيقول ان هو متابعني بسبب فيديو الويندوز 95 ولسه متابعني وكده. هسه انت كلبي، انا عارف ان انتوا بتكتبوا قلبي بالكاف، انا مش قصدي ان انت كلب، انا قصدي ان انت قلبي، ماشي؟ وخد موافقه، شكرا ليك. اللي بعده صوره بجد هتشوفها مره واحده في حياتك. لا يا صاحبي معلش، بيقولوا لغايه 999,000 صاحبي. انا ممكن في فيديو واحد انزلنا تاني ال 500,000 اقسم بالله. ما تستفزنيش، هعمل لك موافقه بس ما تستفزنيش يا ستيفانو. ها الميم اللي بعده برضو محمود بيقول لي مبروك على المليون. بصوا اي حد يقول لي مبروك على المليون شكرا ليك، بس انا متاخر في القبول بتاع الحاجات دي. شكرا ليحيى كمان، وشكرا كمان لاحمد ناصر، وشكرا لمازن، وشكرا لمعاذ وبشوي وكريم عبد العليم ومحمد حاتم وليوسف السيد ولما مش عارف التميم بس ماشي، ومعاذ كمان. كل الناس شكرا لكم جدا يا جماعه، والله العظيم بجد كل قال مبروك شكرا لكم. انا بس مش عايز اخلي الجروب كله فيه مليون، انا اصلا عديت المليون بشويه فبس ماشي. شكرا لكم. النهارده مزاجي رايق جدا. خلينا بقى نشوف اخر مين معانا النهارده، وبجد يا رب يكون الفيديو عجبكم لغايه دلوقتي. انا عارف ان هو ما بيضحكش بالشكل القديم بس انتوا فاهمين. خلاص هنغير الديناميك شويه. الميم الاخير ياسين راشد، انا قلت اسمك قبل كده النهارده صح؟ بيقول اول حاجه الف مبروك لاخويا بيستي على مليون مشترك، الله يخليك. تاني حاجه الواحد بقى في تانية ثانوي علمي ولازم يشوف حل الموضوع ده بقى. يوز كود بيستي. انا هقوم اذاكر وانا هقوم اعمل ستريم. انا مش هذاكر بيستي وانا مش هعمل ستريم. تلو حصل ابروف حصل. ايه ده لحظه واحده اخر حاجه معلش، انا لحظه في حاجه شدتني بس. حازم ناصر بيقول لما بيستي يعمل فيديو ميمز اول ميم ليا يوز كود بايستي. كير احزنني. هو الميم مستخدم غلط خالص، هو زي ميم مستخدم غلط كده. انت ازاي يا نرمي يالا كده يالا، انت ازاي يا نرمي يالا كده يالا. لا رفض انا بعد ما شفت اخر ميم. طيب يا جماعه بقينا نكون خلصنا فيديو النهارده وشفنا الميمز في السلسله الجديده. خلاص دي حلقه رقم 1 من النوع الجديد من السلاسل، فاتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. قولوا لي تحت في التعليقات تمشي ازاي بقى، هل بان، هل رفض، هل طرد من الجروب وممكن يرجع تاني، انتوا اللي هتقرروا. وبعد كده هنكمل بالموضوع ده. فشكرا لكم جدا على المشاهده العطره، وشكرا جدا على الدعم السنه دي يا جماعه طول السنه بجد والله كل سنه طيبين. 2024 كانت سنه حلوه جدا الصراحه ووصلنا فيها مليون. وفي ناس هتقول لي يا بيستي مشاهداتك واقعه، لا هو انا دلوقتي بقيت بعمل حاجه حلوه وهي فيديو كل خميس بعمل فيه اللي في مزاجي. يعني انا النهارده كان ليا مزاج اصور ميم صورت ميم، ليا مزاج اعدل الجهاز بعدل الجهاز، ليا مزاج العب لعبه قديمه العب لعبه قديمه، ليا مزاج العب في ار العب في ار، ليا مزاج علي اكسبرس. انا كل خميس بقرر لكم فيديو مختلف كده ايه عشان ارضي الاذواق كلها. والحمد لله تقريبا مفيش فيديو بيقل عن 100,000 مشترك الا لو كان فيديو سبونسرد او حاجه. فشكرا لكم جدا على الدعم، والله العظيم بحبكم فشخ اقسم بالله. وبس كده كل سنه طيبين، ويا رب السنه الجايه تكون سنه حلوه عليكم كلكم، وتكون سنه فيها الامه الاسلاميه كلها والعرب كلهم كمان بكل خير وسلام وكرب اخواتنا يتفك. واشوفكم الفيديو الجاي. لاف يو اول، كل سنه طيبين. اشوفكم قبل عيد ميلادي بيوم بقى المره الجايه. لسه ما فكرتش في فكره الفيديو بس قولوا لي تحت في التعليقات برضه عايزين تشوفوا ايه. بس انا في فكره عبيطه في دماغي مش عارف انفذها ولا لا. اشوفكم الفيديو الجاي وهتم 24 سنه 24 يا ريت والله هتم 34 سنه ها، بس رجعنا الجيم ان شاء الله ارجع تاني شكل 24. يلا السلام عليكم باي باي. اشوفكم الفيديو يا عم امشي يا عم يلا رفض سلام. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت ما يبانش في شغلي عارف اني بتعب فيه بجد. دوما وعرى شغلي على قلبي زي العسل. انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل عشانكم انا مطول لحد ما تاني درعي يجي لعندي ويفرمل يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي بيسمعوا قصة نجاح انا فيها الراوي.